السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة جديدة، واحد المادلين اللي كيجيو اكثر من رائع. تحضروهم لوليداتكم حسن ديال الزنقة. كنحتاجو فيهم 4 البيضات، كاس الا ربع السكر، كاس الا ربع الزيت، واحد نص كاس ديال الحليب، وكاس ونص د الدقيق حتى لجوج الكيسان، وجوج خمارات وفانيليا. في اناء كنوضعو البيض ديالنا عفوا. انا هنايا عندي بيضات يعني كبارين. اللي عندكم بيضات صغار ضيفوا 5 ديال البيضات يكون احسن. غادي نضيف عليهم يعني السكر، ونقوم باضافه خميره ديال الفاني من فئه 8 غرام، ومن بعد نقوم بتطريب يعني الخليط ديالنا حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط. انا هنا استعملت الخلاط الكهربائي، من الافضل يكون عندكم هذا الباتور لانه كيعاون يعني في مضاعفة الخليط، وكتفاداو يعني الوقت، يعني تختصر عليكم الوقت. كنقوم بالتطريب ديالو جيدا على الشكل، ومن بعد كنضيف الزيت على شكل دفوعات. انا تنضيف وانا كنطرب الخليط حتى كنكمل الزيت ديالي. كندير معكم يعني الوصفه خطوه بخطوه هكا باش يعني تحصلوا على النتيجه اللي ترضيكم ان شاء الله. والوصفه ان شاء الله غتعجبكم، غير جربوها وردوا عليا في التعليق. عافاك ما تنساونيش في التعليقات، يعني تفاعلوا عافاك مع القناه هكا باش توصل الوصفات ديالي للجميع. هي وصفات يعني ما فيهاش مكونات كثيره وفي نفس الوقت ناجحه تبارك الله. يعني تيجي واحد الماضلين اللي كيحبوه الوليدات، وانا وليداتي كيحماقوا عليه. يعني واخا كندير الكميه اللي درت فهما كياكلوه دغيا، يعني كيتستهلك ليا بسرعه. هنايا وضعت الدقيق في يعني الغربال ديالنا، يعني باش هكا نتفاداو دوك الحبيبات. وكذلك ضفت 2 خمارات من فئه 8 غرام. يعني المقادير راه هي باينه، والدقيق تبقى على حسب يعني نوعيه الدقيق. يعني كاين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. نتوما عينيكم ميزانكم، هانتوما غتشوفوا معايا الخليط كي غادي نحصلوا عليه، ما يعني ما تقيلش بزاف وما يكونش خفيف عاوتاني بزاف. ان المادلين خصهم يكونوا شويه يعني الخليط ديالنا واقف شويه، يعني باش هكا كيتنفخوا ما كيوليوش يتفشوا، يعني كيبقاو تبارك الله طالعين. كنقوم بالتطريب ديال داك الدقيق جيدا هكا حتى ما كيبقاوش لينا دوك الكتل ديال الدقيق، وكنحصلوا على يعني خليط متجانس. ضفت الكميه الدقيق الاولى وغادي نزيد نضيف الكميه اللي تبقات ليا، ومن بعد غادي نزيد نضيف يعني واحد الكميه قليله هكا باش انتم لاحظوا معايا. غادي تشوفوا القوام كي غيصبح لينا، وحتى باش تعرفوا يعني علاش كنهضر. كنستمر كذلك عاوتاني في التحريك، كنجمع الجوانب مزيان وكنخلط مزيان الدقيق ديالنا. هنايا من بعد ما كملت يعني الخلط ديال المكونات، دزت وحطيتهم في دوك العلب د المادلين. هاد المول راه تيكون متوفر يعني خاص بالمادلين، ودزت يعني وضعتهم في الفرن يعني اللي مسخن ديجا على حراره عاليه. من بعد ملي تندخلهم تنقص
الفرن مزيان وكنخليهم يطيبوا على راحتهم هكا. والكميه اللي تبقات ليا زينتها بحبات الشوكولا. يعني انا راه هنا تبارك الله خرجت لي 24 حبه. يعني درت اللاطه الاولى ووليت عاوتاني درت اللاطه الثانيه لان عندي غير مول واحد. ف يعني طيبت الاولى وعاد وليت رجعت طيبت الثانيين اللي زوقتهم بحبات الشوكولا. ومن بعد هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. راه كيجيو تبارك الله يعني غزالين وطالعين تبارك الله وفتيين. يعني الوليدات ديالكم اكيد غيحبوهم. وهادو الاخرين العاديين اللي بلا حبات الشوكولا يعني كما كتلاحظوا يعني حتى هما كيجيو يعني يعني نفس الخليط. هي قسمته واحد زينته بالشوكولا وواحد من بعد زينته باللوز ايفيلي مع الكونفيتور. وانتم انا حليت معكم وحده باش تشوفوا النتيجه بعينيكم اللي تبارك الله رائعه. ما تنساوش تجربوا الوصفه وتشتركوا في القناه هكا باش يوصلكم جميع الوصفات اللي كنحط. وكملوا الفيديو من الاول حتى